وأول حاجة معانا وهي النشاط الرياضي. فلو أنت كنت شخص رياضي ونشط ومصاب بمرض السكري فعليك إن أنت تكمل نشاطك بشكل عادي. ولكن لو أنت كنت شخص خامل ومصاب بمرض السكري وكمان معاك أمراض تانية فعليك إن أنت تتوجه للطبيب، والطبيب هيديك الأنشطة اللي أنت هتقوم بيها. والتمارين دي عبارة عن إيه بالظبط؟ فالتمارين دي عبارة عن إن أنت تروح الجيم أو هي تروح الجيم وتمارس الرياضة بشكل طبيعي. وكمان لو أنت بتعرفوا تعوموا ممكن تمارسوا السباحة. وفي تمارين خاصة بتقوي عضلات القلب وهي زي المشي السريع في الشارع. وكمان ان انت او هي ان انتوا تكونوا نشيطين في المنزل، وكمان يكون في حركة في البيت كتير وتقللوا من فترات الجلوس في البيت. وتمارين الرقص دي بتساعد على تقوية عضلات القلب وبتقلل من نسبة السكر في الدم. دي ممكن تمارين المشي السريع أو الحركة أو الرقص ده ممكن نتمارسه لمدة 30 دقيقة يوميا. ممكن لو كانت الفترة دي كبيرة ممكن نقسمها على 10 دقائق مثلا بعد الظهر، 10 دقائق بعد العصر، 10 دقائق بعد العشاء. وكمان لاعبين رفع الأثقال دول بيساعدهم على بنيان الكتلة العضلية وكمان بيساعدهم على نقص السكر في الدم. بالإضافة لذلك لو أنت كنت شخص من الأشخاص اللي أنت بتتكلم في الهواتف بشكل كتير يفضل إن أنت بتتكلم في التليفون تفضل تتمشى. وكمان لو أنت معك عربية وفي مشوار قريب من المفضل إن أنت تلغي العربية وتاخد المشوار ده مشي. وكمان لو في مكان أنت رايح له مثلا في الدور الرابع أو ما إلى ذلك فيفضل إن أنت تركب السلم بدل ما تركب الأسانسير. اما بقى الحاجات اللي احنا لازم نركز عليها ان احنا لازم نركز على قياس السكر كل فترات. وكمان ان احنا نشرب ميه بكميات كبيره. وكمان ان احنا نلبس احذيه واسعه. وكمان لو حسينا بمشاكل في اي تمرين من التمرينات اللي احنا بنعملها علينا ان احنا نتوجه للطبيب عشان نستشيره.